أن المشكلة الآن يعني كيف سيواجه مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد اللي هو اتفاق جيستا الذي يطالب بملاحقة الدول التي ترعى الإرهاب. انتوا هتفضلوا بهايم لغاية امتى؟ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستدرس وقف شحنات النفط القادمة من السعودية، واصفا الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط أمس بأنه قصير الأجل وناجم عن ضغوط مالية. هتفضلوا بغال لغاية امتى؟ هل انقطعت السبل بالسعودية أن تجد شخصا أيضا يكون يواجه إيران، ولا يجري ربط كل مصير المنطقة بشخص واحد اسمه ولي العهد السعودي؟ ما قولك؟ سمعاني يا خالة مصطفى؟ سمعاني يا دكتورة ليلى؟ دكتورة ليلى مساء الخير، بوسة ليك يا دكتورة ليلى. يلا خلي بالك بقى من اللي جاي دي. بأن الجمهوريين يريدون إنهاء المسألة بأحسن حال وطريقة قبل أن يستلم الديمقراطيون المشهد، يعني يحاولون التفويت على الديمقراطيين هذه المسألة. اليوم نتحدث عن جمهوريين حزب الرئيس يتحدثون بهذه الطريقة. لاحظ معي أستاذ محمود أنهم بمجرد ما خرجوا تشعر بأن يعني في وجوههم سيكولوجية من يحضر فيلم رعب، فيلم بائس، فيلم قتل. لكن لذلك اليوم كانوا التغييرات لن تطرأ على مجلس الشيوخ، ستطرأ على مجلس النواب. شغل دي، شغل بصل دي، شغل دي. قصة السعودية في ورطة، هذه ساعتك بتكلمني؟ هي إشارة على أن كان يجري تحت الطاولة أشياء كثيرة، وأنا حكيت دائما التفكير راح يكون تحت الطاولة. لإنزال السعودية عن الشجرة التي صعدت إليها، يعني الآن وضع محمد ابن سلمان على الطاولة. أيوة، طب أنت عايز إيه دلوقتي؟ كانت الطريق إلى مجلس الأمن طريقا لحفظ ماء وجه السعودية وإنزالها عن ليه؟ يضيق عليه الخناق فيبدأ يضع الأشياء على الطاولة لإيجاد مخرج للمأزق أو لطلع على الشجرة، يعني كيف بده ينزله. وأنا حكيت دائما التفكير راح يكون تحت لطلع الحمار على الميدان ينزله. بس بقى كده ظهرت قوي. أنت كده قطعت لي الشورت في البسين. الإيه؟ الشورت في الكمين. أخوة في السعودية، وأنا بحب السعودية وأقدم السعودية على أي شخص مهما كان في ظل ظرف قاسي وابتسامة. خرب بيوتكم، هتفهموا بعد قد ايه؟ هتفهموا اما القيامة تقوم وانتوا في النار كده بتمثلوا وقود النار. ده توالى ما تردي يا ولية، انت يا ولية. موقف خطير جدا ويتطور نحو الأسوأ. هذا يعني بأن المسرح مهيأ لتدخل عسكري، ربما لاحتلال عسكري. هذا يعني أنه أمر مخيف جدا ومرعب جدا والله. هتفضلوا حمير لغاية امتى؟ الولايات المتحدة الأمريكية استبدال ولاية العهد الحالية في السعودية. أنا لا أرى لا CIA ولا الولايات المتحدة من مصلحتها أن تتدخل في الشؤون السعودية. بهايم ليوم القيامة يا ولاد، يا ولاد يا خرابي، بهايم ليوم القيامة. فاتحة.